بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشري. مبروك لنادي الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 5-1 في استاد القاهرة، استاد الرعب والاستاد الدولي. وعهد جديد وإدارة جديدة لنادي الزمالك بمجلس إدارة جديد منتخب من الكابتن حسين لبيب وقائمته بالكامل. امبارح كانت فرحة جمهور نادي الزمالك بالفوز بالقائمة الموحدة، والنهارده فرحة جمهور نادي الزمالك بالفوز على سموحة بنتيجة 5-1 وعودة الاستقرار والانتصارات مرة أخرى لنادي الزمالك بقيادة لعيبته الرجالة شيكا، اللي يعني على رأي المثل الوردة مهما دبلت ريحتها لسه فيها، فهو ده شيكابالا الأسطورة والعشق والعشاق محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا. الزمالك فاز بنتيجة 5-1. شلبي، زيزو وأوباما وشيكابالا الأباتشي، اللاعب العظيم والعبقري. والهاني سليمان أمنية حياته إن شيكابالا يعتزل، لأن ما ينفعش ماتش الزمالك أو شيكا بيلعب الهاني سليمان ما يجيبش في جون. فيعني عقدة الهاني سليمان إيه تسأله؟ يقول لك أنا عقدتي شيكابالا، لازم كل ماتش يجيب فيها جون. طبعا فاكرين ماتش الاتحاد اللي الزمالك جاب فيه هاتريك فاولات من شيكا، اللي جاب الهاتريك هو شيكا واللي جاب الفاولات هو شيكا، وفي الحارس الهاني سليمان. النهارده مستر اوسوريو عمل اختراعات، طبيعي عمل اختراعات زي كل مره، والنهارده كان بيلعب بالخطه 4-3-3 في حراسه المرمى محمد صبحي اللي بيلعب علشان عواد كان عنده اصابه رشح في الركبه، وان شاء الله يرجع بألف مليون سلامه ويرجع تاني لحراسه نادي الزمالك. خط الدفاع محمد الزناري وجنبه المسلوسي فتوح وعمر جابر. نص الملعب رؤى ودونجا وزيزو، شيكا وشلبي، وفي الهجوم يوسف اوباما. كنت شويه تحس ان الزمالك بيلعب بدون مهاجم، وشويه تحس ان زيزو 10، وشويه تحس ان اوباما 10، وشويه تحس ان شيكا 10، وشويه تحس ان شلبي 10، وشويه تحس ان عمر جابر باك يمين، وشويه تحس ان الزناري بيلعب قلب دفاع. فيعني احنا قلنا مع اسوريو بيعمل اختراعات، بس طالما الزمالك بيكسب خلاص مش هينفع اعلق على حاجه ولا ينفع اتكلم في حاجه. التبديلات اللي عملها مستر اسوريو: خرج شلبي ونزل نضاي، خرج رؤى ونزل عبد الغني، وخرج عمر جابر ونزل سيف الدين الجزيري. طبعا الجزيري بقى مهاجم وعمر جابر رجع يلعب تاني نص ملعب. شيكابالا طبعا فضل في الملعب، وخرج خرج دونجا ونزل نيمار، وفي الاخر محمد طارق نزل مكان الزناري. دي الخطه وده التشكيل اللي عمله مستر اسوريو بنتيجه 4-3-3، والزمالك فاز 5-1. الزمالك جاله ضربه جزاء زيزو ضيعها، طبعا اتمحت وجمهور الزمالك نساها، ولكنها حاجه حصلت ليه؟ عشان زيزو وعشان احنا كسبنا 5-1. طب ضربه الجزاء ديت لو كانت هي بتاعه المباراه كان زمان الكلام كله على احمد سيد زيزو وزياده ضربه جزاء وكلام من هذا القيل والقال. الزمالك بيستعد للإنبي يوم الجمعه باذن الله في استاد القاهره، ان شاء الله المباراه هتبقى الساعه 7 في استاد القاهره باذن الرحمن. الزمالك اسوريو ادى راحه للعيبه 48 ساعه، السبت والحد راحه، ويرجعوا التبديلات تاني ان شاء الله يوم الاثنين في استاد نادي الزمالك عبد اللطيف ابو الرجيله، او هيبقى اسمه استاد حلمي زموره، هيرجع تاني لاسمه طبعا في المجلس الجديد. المجلس الجديد النهارده استلم شغله رسمي، النهارده كان في اول مباراه هيجتمع مع اللعيبه اول ما يرجعوا باذن الله. في وعود كانت اللعيبه كانت واخداها زي تجديد احمد الفتوح وتظبيط عقد لعيبه كتير في الفريق الاول، وطبعا الناشئين عايز من حقوقها وكلام كتير، والموظفين اللي ما بتقبضش. كل ده باذن الله في خلال الفتره الجايه الزمالك هيشوف الخير باذن الرحمن. اولهم ان شاء الله الصفقات، في صفقه او اتنين باذن الله في يناير على حسب طبعا احتياجات المدرب ثم على احتياجات فريق نادي الزمالك عموما بشكل عام. اول يوم مجلس جديد بنتيجه 5-1 لصالح نادي الزمالك. هو ده الزمالك، هي ده لعبته، شيكا وشلبي وزيزو ودونجا اللي اتغير، عمر جابر اللي زي ما زيزو قال هتشوفوا عمر جابر حد تاني الموسم ده، وفعلا احنا شفنا حد تاني الموسم ده. عاش الزمالك برجالته وعاش الزمالك بمجلسه الجديد، وفي ظهركم حتى النهايه، في ظهركم حتى النهايه، معاكم من البدايه وفي ظهركم من النهايه. وزي ما بنقول يا ليالي عودي تاني بالامجاد. الزمالك النهارده كسب 5-1 في سموحه على نادي سموحه. الى اللقاء برنامج جديد الكره مع العشري.